طيب. هو كده الراجل ما عندوش مشكلة اهو. كلوز. كلوز. الله يكرمك يا رب. طيب هنا نيجي لموضوع الضلف. هنيجي هنا لموضوع الضلف. طيب بالنسبة للضلف، المفروض دلوقتي ان انا هشتغل على إيه؟ هنشتغل على ان الضلف دي في ناس بتشتغلها كونتر عادي، وفي ناس بتشتغل الازاز. طب تعالوا نجرب مع بعض كده. هنجرب حاجة بسيطة. هناخد احنا الضلفة من هنا. بص، مش هنرتبط مش هنرتبط بمقاس. يعني احنا ما بنرسمش، احنا بنرسم الضلفة ايا كانت 1.8، بنرسمها ايا كانت هي ايه. وبعد كده ميك كومبوننت ونقول له مثلا دي ليفت دور. ليفت دور، واقول له كرييت. طيب بعد ما انا عملت الضلفة بالشكل ده، هبقى محتاج ان انا ادخلها بقى في الشغل بتاعي. طيب اجي كمان مرة، اجي تاني هنا معلش، هاخد هنا واجي هنا احط دي كده. برضه مش مشكلة، مش هرتبط بمقاس معين. انا كل ده هتحكم فيه من الديناميك. هنا ميك كومبوننت، وهقول له دي سمول ليفت دور زي ما هي كده. طيب انا دلوقتي ينفع. ينفع، بس انت لازم هتعمل ضرفتين. لازم تعمل ضرفتين. هنعمل هنا، هناخد الضرفتين دول ونعملهم كنترول اكس، ندلتهم كده وندخل جوه الوحده ونقول له ايديت باست. انا اخترت باست امبريس ولا باست وخلاص؟ كنترول زد، اتاكد بس. ايديت باست امبريس كده. دخلت كده الضرفتين كده بقوا معانا جوه الوحده. طيب عايزين نظبط الضرفتين دول. هنظبطهم ازاي؟ هندخل جوه الوحده كده ونفتح الكومبوننت اتريبيوت. هنلاقي الضرفتين هنا موجودين عندنا تحت هنا. ليفت دور دي هي اللي هي الكبيره، هنضيف لها بوزيشن، وهنضيف لها سايز، وهنضيف هنا برضو بوزيشن، وهنضيف هنا سايز. طيب ايه الاوبشن اللي معايا اللي استخدمه عشان خاطر اتحكم في وضعيه الضرفه؟ طيب اول حاجه بالنسبه للبوزيشن الاكس، هنقول له ده بيساوي بوزيشن الليفت سايد، اللي هو ده بوزيشن الاكس بتاع الليفت سايد، وهنقول له انتر. طيب لقينا الضلفه بقت متبعه. طيب احنا اتفقنا قبل كده ان احنا بنعمل للضلفه، هو طالع بره ليه؟ الضلفه مش مظبوطه اللي فوق. يا سلام، مين اللي عملها كده؟ هقدر هنا ان انا اعمل مثلا، لو قابلتني حاجه زي كده ممكن اعمل كده كده، واعمل روتيت من هنا من النقطه دي كده، وامسك اخر الضربه من هنا واروح جاي لفيفها. لا بس انا ما اعتقدش انها هتبقى مظبوطه، فخلوني ادلتها، اعملها ديليت كده، اعملها ديليت، وهاجي هنا تاني اعمل ريكتانجل. انا خدت الريكتانجل فين؟ المفروض اخد الريكتانجل هنا كده، او هو ده اللي كان حاصل المره اللي فاتت. هعمل دي 1.8، 1.8 اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. وهاجي هنا اعمل لها ميك كومبوننت، وهقول له تاني سمول ليفت دور. اللي ممكن ما تكتبش اسمه خالص على فكرة، يعني انت ممكن ما تكتبش اسمه خالص. هقول له يس. بس الفكرة كلها ان انت لما بتكتب الاسم وبتيجي تدخل جوه الكومبوننت اتريبيوت،
بتبقى عارف انت شغال على انه قطعه بالظبط. هنعمل كنترول اكس، هندلتها ونفتح الوحده ونعمل تاني باست ان بليس كده، هنلاقي الضلفه ظهرت عندي تاني زي ما كانت. الجروب دي ايه؟ مش عارف. هي دي. اه ده الرف، ده بتاع الرف. انا شكلي حطيتها جوه الشيل. لا اسف، كنترول اكس كده، هطلع بره هنا وادخل جوه الوحده دي بس، واقول له edit past in place كده. يبقى هي كده معايا بره، هلاقيها كانت واحده من هنا. طيب بالنسبه، احنا قلنا دي بتساوي الزيرو. طب بوزيشن الواي بيساوي الليفت سايد برضو، الليفت سايد بوزيشن الواي. بص هندوس انتر على كده، هنلاقيها دخلت جوه. هرجع اقول له لا انا عايزها ناقص 1.8، طلعت الضلفه بره كده. طيب بوزيشن الزد هنقول له بيساوي بوزيشن الزد بتاع البوتوم اللي هي دي. نرجع تاني، بوزيشن الزد بيساوي بوزيشن الزد بتاع البوتوم اللي هو ده كده. انتر. بص مش لازم ان انا هقول له هنا بس زائد 2 مللي. هرفع الضلفه 2 مللي من تحت عشان ما اخليهاش تبقى بص لما تيجي تبص من هنا هتلاقي سايبه 2 مللي. وهاجي برضو عند البوزيشن الاكس هقول له زائد 1.8، لا 1 زائد 2 مللي، دوت 2 مللي عشان تدخل ال 2 مللي دول بس. وده الخلوص اللي احنا بنسيبه لما بنكون بنشتغل فعلا. طيب بالنسبه بالنسبه للارتفاع بتاع الضلفه، هاجي هنا الاول على لين اكس هقول له بيساوي لين اكس الوحده اللي هو ده على 2 كده. يعني انا كده بقول له الوحده دي الضلفه دي تبقى نصها ناقص، هنطرح منهم 3 مللي كده. لين الواي بيساوي 1.8 كده. طيب بالنسبه للين الزد اللي هو طول الوحده، طيب انا عندي كذا اوبشن للين الزد اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انا اقدر اربط الضلفه، اقدر اربط ارتفاع الضلفه بارتفاع الرف ده. ازاي؟ يعني انا اقدر مثلا اقول له هو ده ده البوتوم شيلف، احنا عايزين الاي شيلف اللي هو ده. هنقول له ان لين الزد ده بيساوي ارتفاع الاي شيلف اللي هو ده كده. هقول له انتر، اشوف هيودي الضلفه فين. طيب هو زاد هنا ال 10 سم دول، ال 10 سم دول ايه؟ هقول له هنا ناقص بنزل اللي هو ده كده. انتر. هننزل كده هنلاقيه جاب البوزيشن الزد بتاع الرف. طيب المسافه دي 1.8. طب هو هنا انا عايز مثلا ازودها كمان 5 مللي، هقول له زائد دوت 5 مللي بحيث يبقى انا جبت نص ايه طيب تعال نشوف كده انا كده خلصت خلاص الضلفه كده خلاص اتظبطت معايا كله تمام. طيب اجي اتاكد كده من حاجه. انا دلوقتي عندي هنا اوبشن اسمه ارتفاع الرف العلوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ ارتفاع الرف العلوي 170، لو انا خليته 160 نشوف كده اللي هيحصل. الضرفه نزلت معايا. طيب لو انا خليته 180 برضو طلعت معايا. هخليه 170 زي ما كان، 170 كده لغايه ما اظبط معايا.
الضلفة اللي فوق. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي هنيجي بقى للسمول اللي هي دي، البوزيشن والسايز. طيب البوزيشن هنا البوزيشن هنا بتاع البوزيشن الاكس هيبقى نفس بوزيشن الليفت دور الاكس برضو، عشان تبقى شايف. مش عايزها متبعه، هدخلها بس 2 مللي، فانا هقول له انتر عشان اسيب 2 مللي في الجنب من هنا. طيب بالنسبه لبوزيشن الواي بيساوي برضو نفس البوزيشن بتاع الضلفه الكبيره، انتر. بوزيشن الزد هو هنا بقى المشكله، هنقول له هنا بيساوي ارتفاع الاي شيل اللي هو ده، بوزيشن الزد، اقول له انتر. بص نزل هنا لغايه حرف الرف من تحت، يعني هو لان هو بوزيشن الزد بتاع الرف من تحت هنا، فانا هو دلوقتي سمع الكلام ونزل فعلا هنا. طب انا دلوقتي عايز ارفعه، انا هنا عايز هرفع هنا كده 7 مللي تحت اهم، وعندي نص سنتي خلوص، يبقى انا هقول له عايز ارفع، هقول له زائد 7 مللي و5 مللي خلوص، يعني عايز ارفع 12 مللي، هقول له عايز ارفع 1.2، اقول له انتر. طلع فوق وساب لي الخلوص اللي انا عايزه بالظبط كده، يبقى هنضمن ان الضرفتين بيفتحوا ويقفلوا على الرف. طيب بالنسبه، احنا طبعا بنمسك الاتريبيوت بتاعت كل قطعه، ناخدهم بالترتيب كده عشان ما نتلخبطش، يعني وانت نازل كده خدهم بالترتيب. لين الاكس هيساوي نفس لين الاكس بتاع الليفت دور عشان يديني زيها بالظبط كده، تلاقي الضرفتين كده زي بعض بالظبط. وعندك بعد كده لين الواي بنقول ان هو ثابت 1.8 اللي هو تخانه الكونتر. وعندك لين الزد هنقول له بيساوي ايه بقى؟ هنقول له بيساوي ايه؟ هنجيب الارتفاع ده ازاي؟ لان انا اصلا وارد ان انا اطول الدولاب وانقصه. اول حاجه هقول له ان هو بيساوي ارتفاع الوحده، اول حاجه اللي هو لين زد الوحده اللي هي 220، واقول له انتر. هنمسكها واحده واحده وما تتخضش من اللي هيحصل. طيب الضلفه كده شايفين بقت عامله ازاي؟ هي كده سمعت الكلام، لان انا قلت له انا عايز الضلفه تبقى طول الوحده، وهي الوحده 220، فهي الضلفه لو جيت تقيسها هتلاقيها 220، يعني هو كده ما غلطش اهي 220. طيب هنشوف واحده واحده احنا هنتحكم في الموضوع ازاي. طيب تاني حاجه عشان نربط ارتفاع آه الضلفه بالمسافه اللي هي فاضله هنا دي، انا عايز اجيب المسافه اللي هي فاضله هنا دي، اجيبها ازاي؟ طب انا عندي عايز اشيل منها، اول حاجه هشيل منها ارتفاع الضلفه اللي تحت، فهقول له ناقص لين زد الليفت دور اللي هي دي، واقول له انتر. نقص لي الارتفاع بتاع الضلفه اللي تحت. طيب لسه برضو الضلفه طويله، المسافه اللي فاضله دي بتاعت ايه؟ المسافه اللي فاضله دي بتاعت ناقص الوزره اللي هي البنسل اهي ال 10 سم، هقول له انتر. لسه الضلفه طويله شويه دول، هقول له هنا عايز انقص منها سنتي، هقول له ناقص واحد كده، ناقص واحد، هلاقي الضلفه سابت خروج من فوق والضلفه بتاعتي بقت مظبوطه. طيب اتاكد من الكلام ده ازاي؟ احنا كده ربطنا ربطنا حاجات كتير قوي. الموضوع يبان لك سهل ان احنا عملنا. جماعه الناس بعد اذنكم اللي موجوده في اللايف، يعني انتوا 2 3 فممكن تعملوا لايك وشير يعني بعد اذنكم. اللي احنا عملناه هنستفاد منه في ايه؟ هنستفاد منه ان احنا دلوقتي لما نيجي نضغط كده على الوحده ونقول له انا عايز الوحده دي بدل ما هي 220
خليني هنا اخلي ده بدل ما هو بيبقى رقم ثابت كده، خليني الزد ده خليه كده. هقول له ايديت ابلاي، بدل ما هي 220 كده هقول له 2 متر ونص او 2 متر ونص. ماشي اهي. هتلاقي الضلفه بتكبر معاك، اللي فوق عادي الصغيره دي ثابته. طيب انا لو جيت اتحكمت في الرف اللي فوق خليته 180، 180 كده، الضلفه اللي تحت هتطول وبرده الصغيره هتصغر. طيب لو خليته مثلا 150 كده مكتبه اللي اولا حاليا اللي جاهزه عندي، اللي هي الناس بتشتريها يعني، اللي هي بتاعت المطابخ. مش عارف حضرتك شفتها ولا لا. وانا شغال حاليا على مكتبه الدريسنج، لان في ناس كتير طلبتها. فيبقى انا كده اتحكمت في الضلفه. طيب الرف والضلفه الصغيره، خلاص كده الاوبشن بقى بالنسبه لي ايه؟ عينيا ليك حاضر. ال ال الدريسنج تعتبر جاهزه، يعني هي فاضل فيها الدولاب بس، لان انا الدولاب بتاعت الدريسنج بحاول اعمل فيها اوبشن، يبقى الموضوع الموضوع يفيدك، يعني الموضوع يفيدك، وبشرح وبديك الوحده اللي انا بشتغل عليها دي، بديها لك بنفس المواصفات دي. انا في فيديوهات كتير فعلا منزلها على اليوتيوب، وفي فيديوهات على التيك توك، يعني على قد ما بقدر بنزل. آه، وانا والله مقضي طول النهار، يعني من الصبح لاخر النهار انا قاعد بتابع مع الناس اللي خدت المكتبه. يعني اي حد مش عارف اي حاجه دايما على تواصل معاه، عشان اقول له تعمل ايه وايه الصح وايه الاسرع لك وايه اللي يفيدك. وفي ناس ما بتعرفش تستخدمها. هي ميزه المكتبه ان هي بتعتمد على ان انت ممكن ما تكونش شاطر قوي في السكتش اب، مع ان السكتش اب برنامج رهيب جدا. في خصوصا السعر، اسمح لي معلش، ابعت لي رساله على الخاص هقول لك سعر مكتبه المطابخ اللي انا ببيع بيه دلوقتي. لسه الدريسنج ما حددتهاش، بس انا ممكن اعمل معاك، يعني ممكن اعمل معاك عرض كويس لو انت عايز حاجه تشغلك في الاثنين. بس بقى ساعدنا شويه واعمل لايكات وشيرات بعد اذنك، واسالني على اي حاجه بقى. لو انت قاعد يعني في اللايف مش وراك حاجه، اسالني على اي حاجه وخليني ارد عليك. دي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ف شوفي حضرتك قولي ايه المطلوب، المطلوب، وانا لو في حاجه في ايدي اقدر اعملها. فكده خلاص، خلينا دي بس، هنخلي دي 220 عشان يبقى ستاندر. اعملوا بس بعد اذنكم لايك وشير، خلوا اللايف يطلع شويه. 220 كده كده خلاص. انا ما عنديش مشكله. هو انا عايز اضيف آه والله ما فيش مشكله. 120 هو ده الاسم 120. بقرا الاسم ده على انه المقاس. ماشي. طب ممكن تبعتي لي صور وبلان للمكان، يعني ابعتي لي صور وبلان للمكان عشان اقول لحضرتك اكون صريح معاكي. هقول لك مثلا انا هيتكلف كام. فدلوقتي انا عايز اضيف اوبشن يقول لي ان الضلفه دي تبقى ضلفه واحده مش ضلفتين فوق بعض. عايز اضيف اوبشن ان انا اخلي الضلفه دي ضلفه واحده من الاول للاخر، إيه، والغي الضلفه اللي في النص، بس يبقى في ايدي. يعني يبقى في ايدي ان انا اشتغل ضلفه او ضلفتين. بص، عشان حضرتك ما تعبش نفسك، او حضرتك ما تعبيش نفسك. المسائل اللي انت بتقولها دي انا مش هحفظها. انا عايز كروكي للمكان، تجيب ورقه كده تشخبط فيها، تمسك قلم وتشخبط فيه، وتقول لي الجنب اليمين في كذا وفي كذا وفي كذا. على الاقل خالص قول لي الاجهزه هتبقى فين، او لو انت حددت خلاص اماكن الصرف والسباكه والكهرباء والغاز والكلام ده كله. في البايو عندي رقم واتساب، او على الاقل خالص ابعتي لي رساله على الواتساب. ابعتي لي بس رساله على الواتساب دلوقتي، هكتب لك رقم الواتساب، ابعتي لي عليه التفاصيل. وتخليكي معانا في اللايف شويه بقى، او تخليكي في اللايف شويه، وتعمل لنا لايكات وشيرات.
اهو الرقم نزل اهو. لو من بره مصر يبقى فيه 002 قبل. طيب هنعمل الاوبشن اللي هو احنا قلنا عليه دلوقتي، ان احنا نخلي الضلفه دي من الاول للاخر ونلغي الضلفه. آه، انا لازم ارد على رسائل واتساب، لازم. في حد من اللايف يا جماعه بعت لي على الواتساب دلوقتي؟ يبقى تمام ماشي، وصل، انا رديت انا كمان. تمام. ابعت لي حضرتك التفاصيل وقول لي عايز ايه وطلباتك ايه، وانا عينيا ليك، وهعمل مع حضرتك. يعني هعمل لك واجب. طيب. آه خلينا خلينا نشوف. بقول لك يعني ابعت لي التفاصيل كلها، ابعت لي التفاصيل كلها اللي انت عايزها، و... وانا هعمل مع حضرتك واجب يعني، هعمل خاطر ليك يعني. حبيبي. طيب دلوقتي انا بنسى بقى، بخرج من الموضوع. حبيبي ربنا يعزك يا رب، ربنا يعزك ويبارك لك. هنرجع تاني للموضوع بتاعنا ونقول ان انا عايز اخلي الضلفه اللي تحت دي ضلفه واحده. هعمل اوبشن ان انا اخلي الضلفه اللي تحت دي ضلفه واحده. طيب اعمل الاوبشن ده ازاي؟ هاجي هنا على الليفت دور اللي هي الكبيره، هقول له لين الزد. هنا هنقول له اوبشن، هنا فوق هنا هقول له، هضيف هنا، هقول له 1 دور. هنقول له 1 دور. 1 دور. وهقول له هنا اللهم صل على هكتب سيدنا فيها صفر محمد. عليه الصلاة والسلام. اعملوا يا جماعة لايك شير، والله لو جمدتوا شوية كده، يعني عايزين حتى على الأقل مثلا 20 واحد في اللايف. وأي حد عنده سؤال يقول، أسئلة هجاوب عليها، يعني أي سؤال إن شاء الله. حبيبي ما تعملش حاجة والله، خلاص. ربنا يعزك يا رب، كفاية تواجدك معانا يعني. فهنا هنقول له 1 دور دي. المفروض هنا ان انا الليفت دور، اللين زد بتاعها هنا كده. هحط دي بين قوسين كده. لا، المفروض ان انا اقول له تين. طيب خليني اقول لك ان انا هنا هعمل حاجه اسمها هلغي ده، وهقول وهضيف من هنا من الفانكشن دي، هجيب هنا هجيب اللي هي دي كده، وهلغي دي، وهقول له بيساوي insert، وهقول له انتر. طيب هاجي هنا هقول له في التيست هختار الاون دور كده، هقول له 0، وهنا هقول له الاي شيلف ده بوزيشن الزد. الايه هو كده مظبوط صح؟ هو كده مظبوط، مظبوط. واختار دي كده وهقول له انتر. طيب. طيب هنا في عندي نقص، هنا عندي نقص. هنا هقول له اف، لا سوري، هقول له هنا بيساوي صفر. اف ويندو بيساوي واحد انتر. طيب المفروض هنا
اطلع من دي خالص، اطلع من دي خالص كده، تعالى هنا في الليفت دور. ماشي، يبقى انا ابعت لي بقى، ابعت لي التفاصيل على الواتساب. المفروض هنا في الليفت دور انا قلت حطيت اف طبعا، اه بيساوي واحد. زيرو دي هنا بدل الزيرو، بدل الزيرو هكتب لين زد الواحد كده، اقول له انتر. تمام. طب انا لو جيت هنا فوق في وان دور دي قلت له واحد مثلا، صح كده؟ يبقى انا كده هاجي هقول له هقول له ان انا لازم هنا، احنا قلنا هنا ايه؟ لين زد، سيبك من الشيل، بيساوي واحد يونت لين زد، يونت لين زد ناقص. وهقول له الوزره اللي هي البنسل، فرونت بنسل تي لين زد كده، واقول له انتر. احنا جينا هنا قبل كده ونقصنا تقريبا نص سنتي كمان. هاجي هنا تاني في هنا في الاف، وهقول له بتساوي يونت ناقص فرونت بنسل لين زد هنا ناقص 5 مللي، انتر. طيب انتوا خدتوا بالكم من اللي حصل؟ طيب انا دلوقتي لو جيت هنا قلت له دي كده زيرو. انا طبعا المعادله اللي انا كتبتها في الاول انا بعيدها تاني. هقول له هنا ناقص لين زد البنسل، لين زد لين راحت فين؟ اهي لين زد البنسل. وهقول له تاني، وريني كده، ناقص تقريبا ال 5 مللي ولا كام؟ طب خلينا بلاش نكتبها دلوقتي، خلينا انت نشوف هنروح فين. لا المفروض مش هنقص، المفروض ان انا هزود قد ايه بقى؟ هزود قد ايه؟ هزود مثلا 4. ماشي، هزود 4 مللي كده، زائد دوت 4 انتر. هنا كده خلاص هو ظبط لي الضلفه على اساس ان انا من الاوبشن ده اللي انا هحركه هنا دلوقتي، ان انا هقول له ان لو انا قلت له 1 دور وكتبت واحد كده، هو عمل الضلفه لغايه فوق. هو انت مش شايفها بس هي الضلفه لغايه فوق. عشان اخليك تشوفها لازم اجي هنا على الضلفه الصغيره، وهضيف اتريبيوت اسمه هيدن. هيدن ده هكتب فيه ايه؟ هكتب فيه هقول له بيساوي واجيب الفانكشن واضيف اف، واقول له اف هنا اف 1 دور كده، اف 1 دور بتساوي واحد. يعني لو ال1 دور دي بتساوي واحد، اكتب هنا زيرو وهنا واحد واكتب انتر. خلي دي بلاش واحد، خليها زيرو واحد، وهنا خليها زيرو ودوس انتر. اف يونت 1 دور بتساوي زيرو. حبيبي اتفضل، انا بس تمام، وصلتني التفاصيل، معلش انا ما خدتش بالي. هتواصل معاك، هكلمك تمام. هشوف هعمل ايه وهبعت لك، يعني هبعت لك التفاصيل، وهشتغل يعني من غير مش هستناك ترد عليا يعني. تصبح على خير وان شاء الله ما تقلقش. احنا هنا قلنا اف يونت 1 دور بتساوي، المفروض هنا ان انا اقول اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. قلنا دي بتساوي واحد، قلت انتر، اظبط كده. طيب انا دلوقتي عامل دي واحد. طب انا دلوقتي
انا لسه ما شغلتش الاون كليك. هنا دلوقتي بقى الموضوع هيبدا يبان معانا. لو انا جيت هنا وقلت ان الوان دور دي لو قلت له زيرو بقت ضلفتين. الماوس باص كده بقت ضلفتين معايا اهي. لو انا جيت قلت له واحد بقت ضلفه واحده. طيب عشان نشوف الكلام ده ازاي هنضطر ان احنا نعمل اون كليك. عايز اجرب حاجه وانتوا معايا كده. بس يا عم اسكت يا عم. هنيجي هنا نجرب حاجه بعد اذنكم معلش. واضغط هنا. المفروض اعمل ايه؟ هنا كده. لا انا مش هعمل كده. لا مش مشكله. خلينا نخلص الضلفه دي. ابو موسى لو انت عايز تروح تنام روح، ما تذنبش نفسك. طيب حاجه هنا هضيف للضلفه دي الليفت دور. هضيف له هنا اون كليك. طب اقول لكم على حاجه، انا بلاش نضيف اون كليك. حاجه هنا اضيف. هعمل هنا حاجه اسمها اوبن كده، واقول له انتر، وهقول له هنا زيرو زيرو كده. وهاجي على آه هضيف تاني حاجه اون كليك من هنا كده، وهضيف اتريبيوت الاون كليك من هنا انيميت ده، وهقول له انسيرت انتر، وهقول له الاتريبيوت هنا انتر عشان يحمرش. هقول له هنا زيرو انتر، اوبن ستيت 1. هقول له ستيت 1 اللي بتساوي زيرو، وستيت 2 تساوي 90 -90 كده. وهاجي هنا همسح دول. كفايه شير هو مش بكتره. وهقول له انتر. وهاجي هنا عند الليفت دور دي هقول له بس هنا هضيف حاجه اسمها روت على الزد ده كده. وهاجي برضو لهنا هقول له روت على الزد هنا هقول له بيساوي الاوبن دي انتر. وهاجي تحت هنا هقول له بيساوي الاوبن كده، وهقول له انتر. طيب لو انا جيت ضغطت هنا على علامه الهاند كده ودوست، هلاقي الضلفه بتفتح معايا. طيب لو انا جيت هنا في الاوبشن اللي انا عامله بقى اللي هو بتاع وان دور ده، خليتها زيرو
كده، بقوا ضلفتين وبرضه بيفتحوا معايا. اظن كده كل شيء تمام. طيب في عندي انا هنا عملت حاجات كذا حاجه، يعني عملت كذا حاجه. ازاي عملت كذا حاجه؟ انا هاجي هنا، انا على فكره بتكلم، انا عارف ان مفيش حد في اللايف، وبتكلم على اساس ان انا بس عشان بسجل اللايف عشان انزله على اليوتيوب. ف فهاجي هنا اضغط كده وهمسك الضلفتين دي ودي، هعمل لهم موف كده، كنترول، وهاجي هنا اعمل موف كده. هم اتعمل لهم موف خلاص، يعني هم كده اتعمل لهم موف خلاص. بس في مشكله ان انا هنا لما اجي هدخل بقى عليهم هنا، هلاقيهم تحت، اللي هم المفروض ان هم الاثنين اللي تحت. هاجي هنا على الليفت دور دي، هضغط كده واروح جاي عامل اول حاجه المفروض اعملها، هسميها بس عشان اعرفها، هسميها شيفت رايت، رايت، هدوس انتر، وهاجي هنا على الاس برضو كده، وهسميها برضو شيفت رايت كده، وهدوس انتر. عايز هنا اشوف الضلفه، هشوف الضلفه ازاي كده، دي الليفت ودي الاس ليفت. طيب انا عايز، ماشي، ما انا خلاص انا سميتهم فانا عرفتهم، بس المشكله اللي انا عايز اعمل لهم لازم اعمل لهم ميك يونيك. كده هعمل ميك يونيك، وهنا هعمل ميك يونيك. خلاص كده ميك يونيك، خلاص بقينا ميك يونيك. طيب آه، ابدا اودي الضلفه يمين وشمال ازاي؟ هاجي هنا على بوزيشن الاكس، هقول له بيساوي 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 آه لين اكس الوحده اللي هو ده ناقص دوت 2 مللي، واقول له انتر. تمام كده، تمام. هاجي على الرايت، طب دي راحت هنا ليه؟ آه الاس ليفت دور دي راحت هنا ليه؟ الصغيره راحت ليه؟ ما انا عامل لك انا اسف، لازم ارجع تاني، كنترول زد كده، كده دي الاس ليفت دور هعمل لها هايد، ودي الليفت دور برضو هعمل لها هايد كده. هاجي دي امسكها اعمل لها ميك يونيك، المفروض ان هي معمول لها ميك يونيك، ودي معمول لها برضو ميك يونيك. طيب هاجي هنا على دي، هاجي على بوزيشن الاكس، هقول له الاول المفروض دي اتاكد ان دي الرايت ودي الرايت، تمام كده. هاجي هنا وهعمل شينج اكسس كده، هاجي على النقطه دي واختار الاكس كده، واقول له اوكي، انا عايز اغير الاكس بتاعي كده. هو هنا بيقول لي ان انت كده اون جرين اكسس، هقول له اوكي. هاجي تحت برضو كده، هقول له شينج اكسس. هاجي على فكره الفيديو ده يبقى كويس قوي على لما ينزل كده اهو كده. طيب خلاص كده، هاجي بقى هرجع اعمل اللي انا عملته تاني. الاس ليفت لا، انا عايز الرايت، هقول له بوزيشن الاكس بيساوي لين اكس الوحده كده ناقص 2 مللي. وهاجي هنا على الرايت سايد، الرايت دور، هقول له برده، طب هو راح، المفروض ان انا مش انا المفروض اعمل ايديت انهايد لاست كده. طب انا لو جيت عملت دي كده،
change axis كده مظبوط change axis. طيب هقول له هنا right door position x دي، انا هقول له هنا دوت 2 مللي عشان تروح مكانها اللي بعد رسالة، واطلع من هنا هاجي هنا هقفل دول وهاجي على الليفت والرايت هنا. في الرايت هنا هاجي هنا في الروت هقول له سالب واقول له انتر، وهاجي في الروت هنا برضو وهقول له سالب واقول له انتر. اجي افتح الدولاب بتاعتي هلاقي الدولاب بتفتح معايا مظبوط. طيب نجرب الاوبشن بتاع الضلفه الواحده اللي هو هنا مش اوبن، لا اللي هو انا مسميها ايه وان دور. لو قلت له ده واحد هلاقي بقى معايا ضرفتين طوال. اظن الموضوع مش صعب. هو الموضوع بس محتاج ان انت ترتب افكار فوق بعض، يعني زي ما انا قلت لك قبل كده ان انت تقدر، انت بيبقى معاك اداة او مثلا متعلم ان انت تعمل حاجة وبتتعلم حاجة تانية وبتتعلم حاجة تالتة، تقدر ان انت تخلي مستوى تفكيرك يبقى متطور، بحيث ان انت تقدر تجمع من الثلاث ادوات اللي معاك دول تعمل حاجة. هتقدر تعمل حاجة رابعة، وبعدين تستخدم الحاجة الرابعة برضو مع الثلاث حاجات الاولانيين وتبقى هو الديناميك كومبوننت كده. يعني هو الديناميك كومبوننت كده تقدر تعمل حاجات كتير، يعني تقدر تعمل اوبشن كتير. هنطلع الاوبشن اللي احنا عملناه ده، خليني بس اعمل سيف اوت للوحده دي، سيف اوت عشان هنا المفروض ان انا احطه في هنا وهقول له دور دور كده، وهاجي هنا خلاص. احنا قلنا هنجرب ايه، هنطلع دول هنا بره، الوان دور دي هنطلعها بره. بس بصوا هنطلعها بره ازاي. هنقول له هنا المفروض ان احنا نكتب هنا ايه، مش هنكتب تكست، مش هنخليها سنتي، هنخليها تكست. هنقول له اوكي، وهنيجي هنا نقول له اختار من الليست وان دور. هي كده وان دور، يعني هي كده وان دور. هنسمي ضلفة طويلة او نوع الضلفة، نوع بالعربي بقى الت شيفت هنكتب نوع الضلفة، وهاجي هنا هضيف، هنقول له هنضيف زيرو انتر انتر، وهنكتب واحد ونقول له ابلاي. هنضيف اوبشن كتير في الحته دي، يعني مش هنخليها واحد بس. يعني احنا هنا هي دلوقتي فين نوع الضلفه؟ نوع الضلفه كده واحد، واحد يعني ضلفه طويله. هنرجع نعمل هنا حاجه تانية، بدل ما هي واحد، واحد دي يعني ضلفه طويله، هنيجي هنا في واحد ونكتب ضلفه طويله طويله كده، وهاجي هنا هقول ضلفتين وهقول له ابلاي. هيصبح عندي هنا الموضوع في نوع الضلفه هنا في الاوبشن، هضغط عليه اقول له عايزه ضلفتين هيقول لي ماشي، هقول له عايزه ضلفه طويله هيقول لي ماشي. اعتقد ان كده آه، في معلومات هتفيدك، في حاجات آه، تساعدك في شغلك لو انت بتحب شغل الديناميك كومبوننت او بتحب موضوع الدريسنج والمطابق والكلام ده. فالديناميك كومبوننت هو مش بيشتغل في الدريسنج والمطابق بس، ولكنه بيشتغل برضه في كل حاجه في السكتش اب. بس برضه الموضوع زي ما بقول لك، انت ازاي تقدر انت تعمل الكلام ده وتكون شاطر فيه. فاتمنى نكون قدمنا حاجه فادتكم. مش هنقول لكم بقى الدعم واللايكات والشير والكلام ده.
لو انت عجبك المحتوى والافكار اللي احنا بنقدمها، فمتبخلش علينا بلايك وشير ومتابعة، عشان تساعدنا في ان احنا نوصل لناس تهتم بالمجال ده وتبدأ تتعلم معانا الشغل اللي احنا بنعمله ده. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.